ماما بصي انا رسمت ايه؟ مش وقته خالص دلوقتي. هاتي لعبتي. حماده ها في ايه؟ سيب اللعبه لاخوك، انت الكبير. حاضر. ايه اللي عملتوه ده انا هديكوا حته علقه النهارده. لا انا بفكر اوديه اصلا مدرسه تانية غير دي. في مدارس. ماما ممكن اقول رايي يا ماما؟ اتفضل، حتى انت يا مفعوص بقى ليك راي. ايه يا حماد؟ ايه يا حبيبي خير؟ احنا هنعيط من فيلم كرتون؟ لا احنا كبار على كده بقى، عيب. حماده عايز ايه؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ هطلع العب شويه. لا انا لسه منضفه، روح خد الموبايل، اقعد على الموبايل شويه. بجد حاضر. بتوجعني. بطل عياط، مفيش راجل بيعيط. كلمتين على السريع، حبيت ابين لكم شويه مشاهد اغلبها بيحصل في كل بيت. حبيبي انت الكبير، شكرا بقى في غيره ما بين الكبير والصغير. حبيبي انا مش فاضيه دلوقتي، كسرتي بنفسه وخليتي ثقته في نفسه مهزوزه. انت بتعيط على فيلم كرتون؟ استهزأتي بمشاعره وخليتيه جامد في المشاعر بدل ما تقدري مشاعره. وطبعا انا لسه منضفه الدنيا، روح اقعد على الموبايل شويه. خليناه طفل منجذب للشاشات اكتر من اي حاجه، بدل ما تقومي انت تلعبي معاه وتعلميه ازاي يرتب لعبه وينظف مكان ما قاعد يلعب. حاجات كتير بنعملها خاطئه بتاثر في شخصيه اطفالنا وفي سلوكياتهم كمان. اقابلكم في كلمتين على السريع ومعلومه جديده عن الطفل. حماده لا يا لهوي هتقع. لا يا حبيبي انت مش هتعرف تشيل الكوبايه كده، هتقع منك تكسر. بتعمل ايه يا حماده؟ قلت لك انا هلبسك يا حبيبي، انت مش هتعرف تلبس. قول لي كده كنت من امتى بتعرف تربط رباط الجزمه؟ ابعد انا هربطه لك. ايه ده يا حماده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ لا يا حبيبي ما تشيلش الكيس ده، تقيل عليك. انت من امتى بتعرف تشيل حاجات تقيله؟ يلا روح اقعد. حبيبي ايه رايك احط لك المخدات من تحت علشان تنط براحتك ولو وقعت ما تتعورش؟ بص انا هسيبك تشيل معايا كوبايات، بس تاخد بالك كويس قوي عشان اللي هيوصل للمطبخ اسرع هو اللي هيبقى اشطر. واو يا حماده برافو عليك، يلا حاول تلبس التيشيرت لوحدك. ايه ده؟ انت عرفت تربط رباط الجزمه؟ طب وريني كده. شاطر جدا، تعالى كمان اوريك ربطه ثانيه. ايه ده انت قوي قوي، انت شايل الكيس ده لوحدك، برافو عليك يا حماده. كلمتين على السريع. طبعا انت طول الوقت ممكن تكوني بتقولي لابنك لا كتير، بيبقى غلطك ان انت خايفه عليه مش اكتر، بس الفكره ان هي ما بتترجمش كده وما بتبقاش متشافه كده. موضوع اللا كتير وانا خايفه عليك وانت ما بتعرفش تعمل وانت لسه صغير على الكلام ده، كل ده بيتم احباط قدراته ان هي تتطور، وبالتالي انت بتطلعيه شخص اعتمادي، يعني ما بيعرفش يعمل حاجه، يعني يتعود ان ماما هي اللي على طول تعمله، يعني لما هيبقى في المدرسه ان ميس هي اللي بتعمل لي او اي حد من صحابي بيعمل لي اي حاجه، لكن انا اعمل حاجه لا 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 ده غلط عليا، ده خطر عليا، ماما ما بتخلينيش اعمل حاجه. الموضوع ده لازم ناخد بالنا منه ونخلي اولادنا يعتمدوا على نفسهم على قدر الامكان، نحدد لهم مهام يوميه يعملوها وباستمرار وبتكراريه علشان يعرفوا يعتمدوا على نفسهم لما يكبروا واحده واحده. اقابلكم كلمتين على السريع ومعلومه جديده عن الطفل. اغطس يا حماده، يلا اغطس. ما تطاحش انزل الميه تاني، يلا تاني يا حماده، يلا تاني. غطسوا في الميه، غطسوا. روح ما تعيطش انزل الميه تاني، يلا. ايه كده في البحر تاني، يلا قوم معاك، يلا قوم يا حماده، شاطر يا حماده. بقول لك ايه، سيب نفسك، الميه هترفعك. ايوه هترفعك كمان سيب نفسك يا حماده. ايوه يا حماده، الولد الحقوا الولد حماده. كلمتين على السريع. هنا عايزين نعلم اولادنا السباحه وان هم ينزلوا ويعوموا في البحر كويس. طيب امتى السن المناسب ان احنا نعلم اولادنا البحر من غير ما يتعقدوا؟ ناس كتير بتنزل اولادها تتعلم سباحه من سن 3 شهور و4 شهور، يعني يبقى على حسب المدربين هيعقدوا حياتهم من الميه او هيحببهم فيها. فلضمان الموضوع ده يا ريت نودي اولادنا على الاقل من اول سنتين و3 سنين ان هم يتعلموا السباحه او اي رياضه ثانيه. طيب انا عايزه اعلم ابني من غير ما اوديه مكان متخصص، اعمل ايه؟ بالراحه واحده واحببه في الموضوع من غير ما اضغط عليه ومن غير ما اجبره ان هو لازم يتعلم ده او لازم ان هو يعمل ده، علشان ما يتعقدش طول حياته ان هو ينزل الميه. يعمل كده في اي رياضه ثانيه علشان الاولاد ما تتعقدش في اي حاجه. كلمتين على السريع ومعلومات عن الطفل. يا حبيبتي وديتيه تنميه مهارات، يعمل ايه من 3 سنين؟ يمشي على الحيطه. حماده ايوه ماما. مش كده على الحيطه حبيبي؟ لا ما بيمشيش على الحيطه، لا شايفاه بيمشي على الحيطه. يدخل الحمام لوحده ويتشطف لوحده، لازم يتشطف لوحده. لا حماده ايوه ماما. الحمام خلص تشطف لوحده. ما عرفتش ناديني. A few moments later. ما عرفتش شطفتني. لا ما عرفش يتشطف لوحده، يبقى عنده مشكله. يمسك القلم لوحده، يلون لوحده، ويعرف يركب الحاجات لوحده. ولا حماده؟ ايوه يا ماما. شايف البازل اللي هناك ده؟ تمشي يا حبيبي اعمله بقى لوحدك. شاطر يا حماده. ماشي يا ماما. ايوه برافو كده عليك يا حماده. ما تركبه عادل يا حماده. لا مش عارف يعمل لوحده. كتير حماده اقف على الكنبه كده وريني حاطين ولا لا. ولا وقع ما طارش.
حماده مطرش. كلمتين على السريع. امتى احس ان ابني محتاج تنميه مهارات، تعديل سلوك، او صعوبات تعلم؟ اول حاجه صعوبات التعلم بتبان معايا من 6 سنين 9 سنين. تاني حاجه تعديل السلوك بيبان معايا من اول 3 سنين 4 سنين. المرحله دي يبان عليه ان هو محتاج فعلا تعديل سلوك. تنميه المهارات دي انا بشتغلها معاه من وهو صغير وعلى حسب قابليه كل طفل. يعني في اطفال من سنه ونص، طيب انا طفلي ما بداش معايا من سنه ونص، عادي استنى عليه لغايه السنتين. كمان استجاب معايا في السنتين واحده واحده، اطور له الحاجات اللي انا بديها له. طفلي ما فيش اي استجابه في تنميه المهارات واي العاب والكلام ده كله، وقتها اوديه لمركز اعمل له اختبار الذكاء واشوف هل دي صعوبات تعلم ولا بطء تعلم ولا في تاخر. من هذا المنطلق انا ابدا معاه. طيب في علامات بتبان قوي؟ ايوه في علامات بتبان قوي. لو في طفل توحد بيبان قوي طبعا. اطفال عندها هايبر اكتيف بتبان قوي طبعا. ابدا اتحرك بتبان، شفت علامات عندي. لكن غير كده لا، حضرتك اشتغلي على ابنك ومالكيش دعوه بكلام اي حد. مش اي حد يقول لك اي حاجه تبقى صح. اللي نحط في اعتبارنا الفروق الفرديه، ما ننساش الكلمه دي خالص. مش كل طفل زي التاني، وما نقارنش اطفالنا باي حد. قابلكم في كلمتين على السريع ومعلومه جديده على الطفل. يا حماده لا بس تعالى بس عشان باب الاسانسير كده. حماده احنا كده عند الناس، عارف لو عملت حاضر يا ماما حاضر. بنقدر. طب ماشي. يلا خبط حاضر اهو اقف كويس اهو يا ماما كويس اهو. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وعقبال كل سنه. عارفه بقى حماده عندي هادي خالص. حماده هادي خالص. تعالى جنب مامي يا حبيبي. حماده شنطه مامي كده. عيب ماده، احنا اتفقنا على ايه؟ تعالى بلونه، تعالى حماده كده الله يكسفك. حماده كلنا بلا استثناء بنخاف جدا نودي اولادنا عند اي حد، او من الزيارات العائليه او زيارات الاصدقاء او الكلام ده كله، علشان اولادنا ما يفضحوناش. طب تعالي اقول لك كلمتين على السريع تحلي الموضوع ده ازاي. اول حاجه لازم يبقى في اتفاقيه ما بينك وما بين ابنك ان المكان اللي احنا هنروحه ده ناس ما ينفعش ان احنا نعمل في بيتكم كذا كذا كذا، واقعد امهد له مثلا من قبليها بيومين 3 كده. حبيبي احنا هنروح عند طنط الفلانيه او عند عمو الفلاني، عايزاك تبقى شاطر، اختار لبسك اللي هتلبسه هيبقى عامل ازاي، هتلعب بس بالراحه، هتعمل كل حاجه بس بهدوء، عينك عليا. لو عملت لك كده يبقى اللعب ده مش حالي. لو حد ضربك او شتمك او ضايقك تيجي تقول لي على طول. كلام زي ده كتير بقى جدا بمهد له وبخليه يتخيل ويتوقع هو هيعمل ايه، علشان لما احاول دي مره واحده ويتفاجئ ان في اطفال، يتفاجئ ان في ناس بيصدر منه ردود افعال لا اراديه. تاني حاجه لازم دايما اكون معوده ابني ان انا بفسحه، ان انا افرغ له طاقته، ان هو يروح ويجري ويتنطط واماكن واسعه يجري فيها ويطلع طاقته الحركيه زي ما هو عايز. لكن الكبت الحبس في البيت طول الوقت انا مقعداه طول الوقت، بس يا حبيبي ما تعملش، ما تنطش، ما تجريش، ما تعملش كل الحاجات ديت غلط. طبعا لما هيروح عند اي حد او في مكان مفتوح هينطلق مني. لازم نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات ديت، علشان اولادنا عباره عن طاقه لازم يفرغوها. اقابلكم في كلمتين على السريع ومعلومه جديده عن الطفل. الله اخويا شكله حلو. ايوه يا حماده، ايه استخبت على اخوك ليه؟ انا عايزه اطبطب عليه. لا يا حبيبي ما تطبطبش عليه، ده لسه صغير. حاضر ماما تعالي العبي معايا ولا لا يا حماده انا قاعده بلعب مع اخوك علشان هو لسه صغير. ممكن تستنى بقى شويه؟ لا مش هتعرف تلعب معايا، انا هلعب معاه وهجيلك. حاضر حماده ما تخشش عند اخوك، انا لسه منيماه. تعالى اقعد هنا. حاضر هاكل اخوك الاول يا حماده وبعدين هاجي ااكلك. ممكن تستنى بقى شويه؟ مش عملت ايه يا حماده؟ ايه ده والله ولا حاجه. لا انت كنت جنبي. ماما انت عايزه والله. ما تجيش حاجه تاني. ماما كنت عايزه اقول لك على حاجه يا ماما. انا تعبانه خالص النهارده، ممكن تسيبني بقى لوحدي شويه؟ هتبقى انت واخوك عليا بقى، حرام كده والله، اطفش لكم البيت كله. ابني بياخد جنبه ويقعد لوحده. ابني بقى كتير بيعمل طيب في المدرسه علشان اجي بقيت بحس ان ابني عصبي وعنيف شويتين من ساعه ما جبت النونو الجديد. طيب تعالي اقول لك كلمتين على السريع ده معناه ايه. اولا نشأة الغيره ما بين الاطفال احنا السبب فيها كلنا بلا استثناء. لما بنحب حد قوي بنغير عليه، فاكيد طبعا الطفل الاولاني ده بيبقى اخد الحب كله، فلما بيلاقي الحب ده بيتسحب منه وممكن يروح لحد تاني، طبيعه اي شخص في الدنيا صغير او كبير هيغير وهيبقى عايز الحب ده كله ليه لوحده. طيب انا ازاي اخلي موضوع الغيره ده يهدى وما يبقاش قوي بل يتحول كمان الى حب؟ عن طريق اخلي ابني الكبير يساعدني في احتياجات ابني الصغير. تعالى العب معاه، تعالى طبطب عليه، تعالى بوسه. تعرف ان هو بيحبك وحاسس بيك جدا. عارف لما هيكبر هيقعد يلعب معاك كتير علشان هو هيبقى بيحبك جدا. روح شوفه بيعيط ليه وطبطب عليه، لما هتطبطب عليه هو هيسكت. حاجات كتير، كلمات كتيره تحفيزيه جدا بتحفز الطفل ان هو يحب الشخص الجديد اللي جه في الحياه ده. الحاجات دي كلها بتمنع ان الغيره تنشا ما بين الاخين. قالوا اولادكم الكبار يشيلوا اولادكم الصغيرين عادي، يلعبوا معاهم عادي، لكن طول ما انا قد ابني الصغير كده في حضني ومحسسه ابني الكبير ان هو شر هيجي على ابني الصغير ده، فصدقيني هيبقى فعلا شر عليه. قابلكم كلمتين على السريع ومعلومات جديده على الطفل. ولا حماده ما تجريش بعيد، استنى تعالى يا حماده. وانا حماده تعالى هنا. حماده بقول لك ايه، ما تلعبش في الزرع بتاع الناس. الله العربيات يا حماده، يا حماده العربيات الله يخرب بيتك. ولا امشي على رصيف والنبي يا حماده، انا خلينا نروح البحر على خير. حماده في البوابه الجايه يا حماده، البوابه الجايه يا ابني، خليكم مصيف اسود عليا. حوسه لما بنروح اي حته مع اولادنا في ان هم يجروا او ان يبقى في عربيات، من خوفنا عليهم لحسن حد ياخدهم ولا عربيه تخبطهم ولا اي حاجه من الحاجات دي. طب تعالي كلمتين على السريع اقول لك تعملي ايه في الموضوع ده. اول حاجه لازم هنتفق مع اولادنا قبل ما نروح المكان اللي احنا رايحينه، الفسحه او الكلام ده كله، احنا هنعمل ايه. ما ينفعش يسيبوا ايدينا، ما ينفعش يبقوا بعيد عننا، ما ينفعش لو في الشارع وفي عربيات ان هم يجروا. الحاجات دي كلها لازم اتفق عليها مع ابني قبل ما انزل من البيت او قبل ما اروح الفسحه. افضل اكرر له الكلام ده زي ما قلنا كده بالظبط لما نروح اي زيارات عند اي حد. بمهد للطفل قبل ما نروح، نفس الحكايه قبل ما نروح اي مصيف او اي فسحه
لازم ابقى بمهد لابني عن الموضوع ده. اقابلكم كلمتين على السريع ومعلومات جديده عن الطفل. حماده، ايوه يا خدت ماما. الحاجات بتاعت المدرسه بكره ولا ايه نظامك؟ انت مش رايح ولا ايه؟ ولا مش عايز تتعلم في ايامك السوداء دي؟ سيب الزفت الموبايل اللي في ايدك ده وروح حضر شنطه مدرسه. حاضر، حاضر يا مش ماما، هكررها حاضر. تاني. بقول لك يا ابو حماد، انا عايزه فلوس عشان اجيب للولد السبلايز بتاعت المدرسه. ايه سبلايز واجيب لكم الله، منين؟ هو ايه اللي اجيب لكم منين؟ مش عشان الولد يخش ويتعلم؟ الله، هو كل حاجه عليا يا راجل. ماما دلوقتي ولا حماد؟ حاضر، حاضر. الله، هو في ايه؟ حماده يلا قوم يا حبيبي علشان نروح لا المدرسه. ده دلوقتي يا ماما، لا. مدرسه ايه؟ لا يا حماده قوم يلا يا حبيبي عشان لا نروح يا المدرسه. ماما، لا مش عايزه اروح والنبي. لا هو يا مش عايز اروح مدرسه ايه؟ يلا ولد قوم البس. اكيد مش ده الاسلوب خالص اللي هيحبب الطفل في المدرسه. تعالي اقول لك في كلمتين على السريع ازاي تمهدي للطفل اللي هو رايح مدرسه وان هو هيشوف اصدقاء جداد وازاي يتفاعل بايجابيه مع المجتمع ده. اول حاجه لازم امهد للطفل قبليها بحوالي شهر عن طريق ان احنا بنجيب الادوات بتاعته. لازم ادواته ديت يبقى هو اللي مختارها، مختار كل حاجه من اصغر حاجه لاكبر حاجه. اشجعه بالقصص ان هو يروح المدرسه. في البيت اعلمه رولز كتير هتبقى في المدرسه هيقابلها علشان ما تبقاش حاجه جديده عليه. اعلمه ان هو ياكل لوحده لو ما كنتش معلماه، ازاي يشيل ادواته ويحطها في الشنطه بتاعته، وازاي يطلع ادواته من الشنطه بتاعته ويقفل الشنطه بتاعته. اللي يبقى محافظ على حاجته. كل الحاجات دي بتمهد للطفل ان هو رايح مجتمع جديد، بيعمل حاجات جديده، بيكتسب خبرات منك الاول جديده علشان تهيئه للخبرات اللي هيكتسبها من المدرسه. ما ينفعش في يوم وليله اقول له انت بكره رايح المدرسه. ما ينفعش انا اللي اروح اجيب له الادوات بتاعته كلها وهو ما جابش حاجه معايا، هو ما اختارش حاجه معايا. ما ينفعش المشاكل بتاعه الفلوس اللي ما بيني وما بين باباه تبقى قدامه. ما ينفعش ابين له ان انا مش مهتمه اصلا ان هو داخل المدرسه. بالعكس هو طول الوقت لازم يكون شايفني. اما انا بشجعه ان هو داخل المدرسه بحتفل معاه ان هو داخل خلاص المدرسه. قابلكم كلمتين على السريع ومعلومه جديده عن الطفل.